السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هعمل معاكم الفراخ المشوية في الطاسة زي ما انتوا شايفينها كده، جميلة وشكلها جميل وطعمها تحفة. وما بنستخدمش فيها اواني كتير خالص، احنا كل اللي بنستخدمه هي الطاسة وبس. معايا طاسة على النار، بسيبها تسخن وبنزل عليها بمعلقتين زيت كبار ومعلقة زبدة كده. اول ما الزبدة تسيح وتسخن كويس هنزل بالفراخ عليها كده، هديها صدمة. طبعا انا الفراخ دي نقعاها نص ساعة في محلول مية وملح وخل وسكر، وبعد كده شطفتها كويس وصفيتها. خليها بقى تاخد صدمة كده على النار وتاخد اللون الجميل ده. كل ما تحمر من جنب كده هقلبها على الجنب التاني. بصوا واخدة لون جميل كده وحلو. احلى حاجة بقى ان هي ما بتاخدش وقت خالص، زي ما انتوا شايفين كده. كل ما تتحمر على جنب هقلبها على الجنب التاني. انا عايزاها تتحمر كويس من كل الجوانب. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني، وما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم. هنا بقى انا معايا بصلاية مبشورة، ومعايا طماطمتين مبشورين، ومعلقة صلصة، وقرن فلفل حراق مقطعه، ونزلت بيهم على الفراخ. وبعد كده هنزل بالتوابل: معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل اسود، معلقة كاري، معلقة كركم، معلقة بصل بودر، ومعلقة توم بودر، ومعلقة زعتر، معلقة بهارات فراخ، واربع ورقات لورا، واربع فصوص حبهان بس انا فاتحاهم. طبعا انتوا شايفين التوابل كتيرة او المعالق كبيرة علشان خاطر اللي انا حطاها في وش الكاميرا، انما هي كلها معالق صغيرة. بعد كده كوباية مية مغلية كده هنزل عليهم، وهغطيها بقى واسيبها تستوي، لان هي كانت واخده نص سوا في الصدمه اللي خدتها. هسيبها بقى تكمل سواها كده، وبعد كده هقول لكم نعمل ايه. طبعا هنا الملح حسب الرغبه، يعني انت ممكن تدوقي تشوفي الملح قليل او حاجه تزودي. هنا خلاص كده كانت استوت معايا. هجيب ورقه فويل كده واعملها زي الطبق، وهاخد الزيت من نفس الطاسه، مش هحط زيت من بره ولا حاجه، وهحط عليها فحميه واغطيها بقى واخليها تاخد ريحه الشوى الجميله. وبعد كده هرصها في طبق التقديم. طبعا الصوص ده احنا مش هنرميه، الصوص ده احنا ممكن نغمزه، ممكن نعمل جنبها اي رز نحط عليه الصوص ده. بصوا كده شكله جميل وطعمه تحفة على فكرة. وده الشكل النهائي لأكلتنا، ويا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات. بصوا مستوية وجميلة ازاي، وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.